أصدر مكتب الأمن البريطاني لقوات مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجمات القاتلة في أنقرة وبيروت ثم باريس بعض التوجيهات بشأن ما يجب عليك القيام به إذا كنت محاصرا في هجوم إرهابي. الجميع يصاب بالذعر وهذا هو الطبيعي، ولكن النصيحة مباشرة جدا، وتعليمات السلامة ثلاثة: اركض، اختبئ، وأعلم الآخرين. أولا اركض، حدد خيارات الأمان وحاول إيجاد الطريق الآمن، ثم حاول الهرب، لكن لا تعرض نفسك إلى أي خطر. إذا لم تتمكن من الركض اختبئ، حاول إيجاد مكان آمن للاختباء، والأفضل أن يكون وراء جدار صلب معزز بشكل كبير. يمكن للرصاص أن يخترق الزجاج والخشب، ولكن يمكنه أيضا اختراق الطوب والمعدن. خلال اختبائك ابقى بعيدا عن الأنظار، وضع جميع الأجهزة التي بحوزتك في وضعية الصمت. ابقى بعيدا عن الأبواب، ولكن لا تحاصر نفسك. أعلم الآخرين بالحدث عندما تسنح لك الفرصة. اتصل بالشرطة وامنحهم أكبر قدر ممكن من المعلومات. عند وصول الشرطة سيحتاج إلى تمييزك من المهاجمين، حتى أنهم قد يوجهون أسلحتهم إليك وسيطرحون عليك بعض الأسئلة وسيكونوا صارمين. أظهر يديك ولا تتحرك بشكل فجائي، ولكن حاول الانتقال إلى منطقة آمنة. عندما تتأكد الشرطة من تأمين المنطقة سيخرجونك من المكان. علينا أن نتقبل أن الإرهاب قد يكون في أي مكان وفي أي وقت، ولكن الإحصائيات تقول إن فرص تعرضكم لهجوم إرهابي لا تزال صغيرة جدا.